أسعد الله مساكم يا رجال، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ جمعة مباركة. والقناة فاقد لكم بالبث المباشر بالفيسبوك، دخول أخايا حق المتابعين والمحبين والداعمين، وش نخابرهم بقية الأحداث الذي صارت معي. أحداث إعلانات، قلدكم الله، إعلانات يعني. الناس طالبين الله وهم يجوا وش إعلانات. الأسبوع هذا رفض يجي، أقسم بالله إنه يجي 6 أو 7 يعني إعلانات، مش حق البسطاء والمساكين، هذوك يجبر بخاطرهم، أعمل لهم وقول لهم جزاهم، هذوك حق الهوامير الكبار. مثل بعض واحد يجي يقول لك شو نعمل أنا وأنت إعلان، عرض كذا كذا، إنه نشتري، إنه على المواطنين يشتروا كذا كذا، وإذا اشتروا كذا يدخلوا بالسحب على كذا، ويفوز بجائزة كذا كذا، يعني المبلغ الجائزة كبيرة ويحصل على واحد، وتجي تعجب نسبة الكمية الذي يشتي بيعه، أرباح تتجاوز السلعة الذي تطرح جائزة يعني 7 مرات. يعني خداع للناس. أهم شيء إنه يدي لأبو حيدر دغشة يأكل ويشرب ويجخجخ على حساب المساكين. يلا، مو رأيكم بهذا؟ مو تقولوا له، وجهوا له رسالة من هنا من عندكم، وجهوا له رسالة، قولوا لا، الحركة تدعي ما تمشي عند أبو حيدر، يفهموا. بواحد ما هو طرح عمارة، تفكروا عمارة يعني عمارة ودخول السحب على عمارة، دريكم. ولا نهاية المطاف يعني إذا ما دخلكش السحب، إذا ما طلعش عدد المساهمين كذا كذا، كيف شايفكم؟ يعني علشان أمد ما يسحب له وينصب له بمبلغ مالي، ولا جائزة ولا يمكن، وهذا يدخل من قائمة القمار، ما يجوز، حرام. احنا قاعد نجبر بخاطر المساكين، تمام، نجبر بخاطرهم. انا يكون لابو على ذي جبير اسفخه سفخه، يكون تاجر، يكون صاحب سلعة محلية استهلاكية يحتاج المواطن ومن الضروريات. اما انه اعلان على حاجة ما يستهلش المواطن وهي من الرفاهية والتالفة، لا يجيش عندي الله يقلعه والله يبزه. والله ما أعمل أي إعلان يضر المواطن أو ما يحتاجوش المواطن، دريكم. حتى لو هي مثلا يعني حاجة للبيع والشراء وتجارة، وهي حاجة تافهة ما هيش من القوت الضروري أو إلا من الإلزامية الضرورية للمواطن، ما نشتيش، ما نحتاج نعمل إعلان. وثاني حاجة، عبر هذا الفيديو قدامكم وانتم شهود، ما اشتيش اعلانات، خلونيش استمر بالسيارات حقي بيع وشراء واركز على عملي ونعمل المفاجآت. قابوا ناس اغتالوا الناس للشوارع، بتاع ازجا من قحش المرة هذيك مديرة البلدية والنظافة، عمن يجي يقحشني، خلوني اطلب الله وبتاع واشتري بالسيكتا والهذا. هي على العموم يعني تخيلوا، كما النت عندي ضعيف النت عندي يا رجال، تمام، النت عندي ضعيف، انا افدالكم. وبعد بالنسبة المسموح الاعلانات انا مشتيش، انتم شهود علي، مشتيش، لا حيفرض علي، انا افدالكم مشتيش الا جبير قهو جبير امام المواطن قهو قجلا عندي واجبر بخاطره اللي هو مسكين ولا هو بسيط، مثل هذا محبوط العمل. بهارات الكبسة الله يكبسوه بسط الرملة، حرام ان تفتح النفس. اديه لي وقت قات علي الحرام انه لما خريب القات طعمك اللحمة والمرق. طعمك اللحمة والمرق وانا مخزن، الله لا وفقه. اشهد لله ما البهارات انه بهارات ما شاء الله، خبروني حتى بالبيت. الله يوفقكم. هذه يقولوا ليه بهارات المرق من شركات او مؤسسات او مدري مهي زينة، انا اثق بزينة، بهارات زينة اللي هي للمرق واللي هي للكبسة واللي هي للحشة واللي هي للرز.
المهم خلوا الناس يطبخوا مع زينة، مو بو كلنا مع زينة. هذا جبر خاطر ودعم وتشجيع منتج محلي. أما الجبابرة الكبار اللي معهم منتجات وشركات وهذا، الله كيف قديهم صح بالدولار والسعودية كسب، تفهمون؟ أول مرة أبجه بس للكبار التجار والمسائل، يعني الإعلان الذي على مستوى الجمهورية، مش تعلن لي محل مركز، أنت تعلن لي بضاعة على مستوى الجمهورية، الشركة المصنع التاجر كبير مورد، فهمكم؟ هذا بز وسفخ بين العيون بالدولار والسعودي، والمسكين البسيط تمام صاحب المهنة يا رجال بالبساطة بكم ما جاء، مو بو بلاش جبر بخاطرك أنت تستقطب الكبير. لكن هذا إذا فرضوا علي، لكن أنا مفروض علي جمهوري جمهور سيارات مش جمهور بهارات، تفهموا؟ حق الداعمين والمشجعين والداعمين والمتابعين، متابعين سيارات وانت تجي تدور الاعلان مني حق بهارات يا محبوط العمل. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا تعمل اعلان عندي بزعقه ولا ها سرد خلاص يا عبود، سرد خلاص. شعلم الجمهور حقي بحاجه، سرد خلاص ثاني. شعلمكم بحاجه، واحد جاي يدور مني اعلان وشدي مبلغ كبير، تمام؟ اشتي مني اعلان ودي مبلغ كبير، والبضاعه حقه لا تخلوني ما شديش اسمه ولا عنوانه، الله يسامحه ويبتعد عني، ما اشتيش بيسوع علي الحرام ما اعمل له. وخر العلبة هذه. هيا صليتم على رسول الله. شوفوا هذا مو هو، هذا عسل، تمام؟ هذا عسل، وجاي يشتي مني اعلان وجا من بلاد بعيده ويشتي اعلان ويشدي لي دغشه كبيره. اهم شيء ابو حيدر يعلن والجمهور حقه واثقين به. اجي افحص العسل قلت له يا اخي انا ما اعملش اعلانات اجيك الا وقف افحصكم، تمام؟ اجي افحص العسل حقه حتى لا طلع كل النوبه مش تاكلوش، لما الله من يندو الله لا يوفقه، ولا الله يسامحه واحد عسل حلو ويبيع بسعره معه خراج. هي يقولوا له لا عشتي بيسو ولا يرسل العسل حقه طلع مزارع مدري مو هو. هذا العسل حقه، شوف العسل حقه كيف. أوعدكم ما كنا أعلن حتى العسل ولا الحاجة إلا من عسل موثوق، وبعد الفحص والتجربة حتى بالميكروسكوب هذا كلام يطلع نتيجة الفحص. طعمه مثل الشيرة هذيك حق التمر القطارة، صار لكم اللي تفاح من اللقف حق التناك حق التمر، هذه مني، تمام؟ هي على العموم الحمد لله الاتفاقات كبيرة، مشاريع وفتوحات استثمارية كبيرة إن شاء الله بشراكات ونسب محترمة. بس عاد احنا نشتي نجهز مع فريق دعم محامي، تمام؟ يعني نوقع الاتفاقيات مع الأطراف الشركاء معمدات بالمحاكم موحدة موثقة، ونحافظ على سمعة أبو حيدر وثقة جماهير أبو حيدر، يعني نحافظ على الجمهور، ما حيبتزكم باسم أبو حيدر أو يخدعكم باسم أبو حيدر أو تشتروا منه باسم يعني تغتروا بسمعة أبو حيدر ويخدعكم لا ببضاعته ولا بتجارته ولا بسلعته، مهما كانت مثلا المغريات أو الأطماع بأبو حيدر أو مثلا استغلال فرصة شهرة أبو حيدر. حرام وطلاق ما أرجون بمواطن حتى لا دخل الحديدة،
على حبة زعقة وهي خيب، معاكم خراج. تمام. أنا ما أناش محبوط عمل لهذه الدرجة. أنا محبوط عمل بعشر السيارة هكذا كم ما جاء. تمام. أما نحن نخدع ونعلن يعني تخيل أن تكون أنت مثلا أزيد من قناة المسيرة أو من قناة السعيدة المشاهدات حقك، وناس منحوك الثقة، بس التعليقات حقك ما تبصرش حتى كلمة سب، ولا حتى جمهور محترم يعني بالملايين يحبك ويحترمك، وتقوم تعمل إعلان البضاعة تافهة، بضاعة رديئة، بضاعة منتهية، بضاعة كاسدة، بضاعة لا تستحقش النشر لجمهورك. لو تحترم جمهورك، هذا رسالة لأي مشهور، لو تحترم جمهورك ما تكونش تعلن الحاجة وقلك مضمون ما بل كذا، لا، بدأ أتأكد منه منتجه، جودته، حاجته تمام. إذا كل شيء تمام قل له معك تخفيض، معك عروض الجمهورين والشعب اليمني. إذا معه عرض عمل له منشور وإعلان، ما معهش عرض يخفض، أقسم بآية الله أنه أكثر الإعلانات عمليه لقل التخفيض. معاكم خراج. تمام. اللهم لك الحمد. اقرأ بعض التعليقات. الله يصلح اليمن شمال وجنوب وداخل وخارج. اشتي صلاح يا رجال، اشتي انفرج مثل يوم افرج ربكم على ابو حيدر وهو مسكين بسط الخواري حق المطر عرق بيته وحالته ام حاله، شيف رجع علينا كلنا. تمام. اهم شيء انتم معي وانا معاكم. جمعتكم مباركه وانتظرونا غدوه. بوجيب بير الصدق، بوجيب بير سائرين نعمل له اعلان ومعاه عرض ابزو وسفخ، لا الدولار ولا بالسعودي لا تشيلوا هم. والمواطن البسيط اذا علم كله جبروا بخاطره. والجبير اشتروا منه بعد التخفيض، غنموا فرصة. ولا تمام. على العموم جمعتكم مباركة، ما ثقلش عليكم، انا افدى لكم. استودعكم الله.